أقسم بالله إن كل اللي حصل معي واللي بقوله في هذا المقطع شخصي وحقيقي وحصل معي فعلا بعد تجربة نظام الطيبات لمدة أسبوعين، واللي حسيت فيه داخل معدتي أقسم بالله إنه صدمني. يعني بقول لكم إيش حصل لي بعد ما قطعت الخبز بالضبط. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أنا مبغيتش والو، مبغيتكش تابونا، مبغيتك دير شي لعبة، أنا بغيتك تسمع الفيديو حتى الآخر وتعرف داكشي اللي وقع ليا مور ما جربت نظام الطيبات 2 سيمانات. أولا خلينا نعرفوا شنو هو نظام الطيبات. القصة بدأت يا عزيزي المشاهد لما كان في دكتور تغذية اسمه ضياء العوضي اخترع نظام أكل صحي سماه بنظام الطيبات. بالمختصر هذا النظام فيه إيش تاكل، إيش الممنوعات وإيش المسموحات، يعني شنو تاكل وشنو ما تاكلش. إذا أخذنا كمثال الحليب والأجبان والخضروات اللي إحنا طول عمرنا نحسب إنها مفيدة، خرج هذا الشخص جالس يمنعها، يقول إنها مضرة بالصحة ويعطينا أدلة، والمشكلة إنها مقنعة. وما كان يهاجم الأكلة نفسها، أكلة طبيعية من عند الله طبعا طبيعي، لكن يقول لك المزارع كانوا يعملوا بعض المواد والمبيدات اللي تجعلها مسرطنة أو مميتة. المشكلة إن ضياء بعد ما خرج بهذا التصريح وبين لنا حقيقة المزارع كيف إنها تخدم مصالح أمريكا وإنها ما جالسة تخدم الإنسان، إنها مفيدة للجسم ومفيدة للصحة وهذه الأشياء، لا، بعد مدة من تصريحه هذا تم العثور عليه مقتول في الإمارات طبعا. وطريقة التصفية اللي تصفى بها هذا ضياء العوضي كانت بطريقة مريبة، واو أنا مش قادر أوصفها نهائيا. والغريب إنه هو شخصيا خرج قبل ما يموت وقال إذا أنا تمت تصفيتي اعرفوا إنه أنا قلت الحقيقة وإنهم تحسسوا. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت. بالضبط. ومن اللي تحسس؟ نعم، تحسست شركات التغذية اللي تفيد مصالح واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي، في أخبار وإشاعات تقول إن اللي تم اختياره بالضبط شركات الأدوية، خصوصا لأنه كان هو شخصيا كان يحرض ضد الأدوية. يقول لك إذا أنت تريد علاج لمرض معين روح للأشياء الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة من الخضروات وأكلات وأعشاب، وهذا اللي أدى إلى نقص مبيعات من شركات الأدوية المصنعة. وفي الأخير قرروا إنهم يغتالوه ويصفيوا له. خليني أوريكم هذا النظام. فاخترعوا على شكل ورقة فيها مثلا زي ما تشوفوا هنا المسموحات والممنوعات للدكتور ضياء العوضي. الأكل عند الجوع هذا شرط أول. أوكي، من المسموحات اللي أنا صرت طبختها خلال 15 يوم الخبز توست النخالة، يعني الخبز الشعير، الخبز الأسمر. بالنسبة للدقيق ومشتقاته اللي هو الخبز الأبيض ممنوع نهائيا. وبقول لكم إيش حصل لي بعد ما قطعت الخبز بالضبط. فخلينا الآن نقرأ جميع المسموحات وبعدين ننتقل للممنوعات. مثلا عندنا من المسموحات زيتون، زبدة، مربى، نوتيلا، عسل، بطاطس بجميع أشكاله، البطاطس الحلوة والبطاطس والرز بجميع أشكاله، اللحوم. اوكي اللحوم. بعدين راح اصدمكم واقول لكم انه قال ان الدجاج ممنوع، هذه صدمتني صراحه. ومن الفواكه مسموحه طبعا بجميع انواعها، والشاي الاخضر. خلينا نقرا قسم الممنوعات واوريكم واصدمكم الصدمه فعلا. الخبز الابيض او الدقيق ومشتقاته، والمكرونه، اي مشروبات غازيه، هذه انا متفق بشكل نهائي. الحليب والمشتقات، وهذه انا انصدمت صراحه. اوكي البيض والدجاج، وهذه صدمت صدمه اصحاب اللي يتدربوا الجيم وهذه الاشياء. انا رحت سالتهم قالوا لي لا هذا النظام العوضي مدري هذا جالس يفلسف علينا وكذاب ومدري إيه. اوكي انا متفق معكم والله اعلم. البقوريات ممنوعة، الورقيات والخضروات والبطيخ والشمام والشاي الأحمر. الشاي الأحمر أنا عارف إنه مضر صراحة. أوكي، خلال رحلتي في 15 يوم هذه من الممنوعات أنا يمكن ما منعت 2 من هذه القائمة. مثلا عندنا الممنوعات الدقيق الأبيض أنا قطعتها بشكل نهائي، المكرونة قطعتها بشكل نهائي، المشروبات الغازية قطعتها بشكل نهائي، الحليب ومشتقاته من الأجبان لا وقف، أنا شفت إنه في كذوبة هنا معينة. البيض والدجاج أنا قطعتها بشكل نهائي. الجمبري والحبار صراحة ما يعجبني إني أكله صراحة. البقوليات كاملة قليل جدا وانا اكلتها يمكن مره واحده بهذا الاسبوعين. فلو نلاحظ ان قائمه الممنوعات، ولو نجي نشوف الهرم اللي خرجته الولايات المتحده الامريكيه زمان، اوكي راح نشوف انه في مختلف، انه العكس تماما. يعني نستنتج ان امريكا خرجت هذا الهرم بناء على مصالحها واقتصادها الشخصي، بمعنى انها اوهمت الناس ان هذا مفيد لازم تاكلوه بكثره بس عشان هي تبيعه وتصدره لمكان اعلى، فاستطاعت ان توهم الناس في هذا الاشياء. بين خلال رحلتي في 15 يوم هذه اخذت الورقه هذه علقتها وبدات اطبقها لمده 15 يوم او اسبوعين، واللي حسيت فيه داخل معدتي اقسم بالله انه صدمني. اوكي انا حيد لي هذا الشيء. طبعا نقرب كاميرا في حالك وغندوي على خاطري ده. قبل ما ابدا نظام الطيبات انا كنت اكره فعلا خبز الزرع بالمغربي يقولوا، او خبز الشعير، الخبز الاسمر، وكنت مدمن فعلا الخبز الابيض، خبز الدقيق. قبل ما جربت نظام الطيبات وبدات اكل الخبز الاسمر او الخبز الشعير وبعدت عني الخبز الابيض، اكتشفت انه في فرق رهيب جدا، واللي هو مده الشبع. فانا مثلا لما كنت اكل الخبز الابيض ما تمر ساعه ونص ساعتين الا انه جوعان مره ثانيه واروح اكل بالمطبخ. لكن الخبز الاشمر يجلس ببطني من الان، احس بطني لا زالت ثقيله، يعني جاء وقت الغداء واحس بطني لا زالت ثقيله. تقريبا اول يوم من هذه التجربه او ثاني يوم قبل ما ارقد بالضبط والساعه 12 بالليل احط رفسي على المخده، اقسم بالله انا احس ان الاكل كذا يعمل تشيت 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 تشيت.
اتقلب هذه الجهه احس معدتي تتقلب هذه الجهه، الف هذه الجهه واحس بطني ثقيله، فرحت ايش استفرغت طبعا عشان افضي، لانه احس ثقيله. يعني هو شيء جميل، لكن الغلط اني تعشيت قبل النوم بساعه. قبل ما ابدا هذه التجربه وهذا النظام كنت ادخل الحمام عشان افضي طبعا كم مره، كل يومين او ثلاثه، تخيل معي والله العظيم انها مره كل يومين او ثلاثه. لكن بعد ما جربت النظام هذا او التجربه هذه باليوم مرتين، باليوم مرتين، ايش السلاسة حاشاكم. فانا ظليت على هذه الحاله خلال المده تقريبا. الفطور اني اخذ خبز مع زيتون مع جبنه مع هذه الاشياء كلها، واتجنب الممنوعات من البيض وهذه الاشياء. واللي لاحظته خلال هذه التجربه اني صرت على اتفه سبب انفعالي بعصبي. اوكي انا مش عارف، اقسم بالله انه انا اكثر شخص ما حد يعصبني، بارد باي شيء، بارد فعلا. لكن بعد ما جربت نظام الطيبات صرت على اتفه شيء انا عصبي. ايش السبب؟ في سبب غير مباشر انا مش عارف شو صراحه. وخلال هذه المده لاحظت انه في فرق كبير في طحن المعده للاكل. تخيل معي بعد ما مر 13 يوم تقريبا، اسبوعين، ممكن اقول اسبوعين، جربت يوم بالغلط اني اكل خبز ابيض. تخيل معي والله العظيم، والله العظيم ان حسيت معدتي تلف وترجع كذا 180 درجة، فجالس توجعني حسيت بضيق. تخيل معي، حسيت بضيق وحسيت ما في رائحة كريهة ولا شيء معين، لكن حسيت انه في متضايق من داخل، في حاجة غريبة. وهذا يدل على شيء، يدل على انه الخبز الاسمر وخبز الشعير ينطحن بسرعة، في سلاسة بالاكل. وفاهمين قصدي، ما يحتاج اني اشرح لكم بشكل اوكي فاهمين كيف يعني. والخبز الابيض لا، الخبز الابيض لا فعلا على ما يوصل المعدة، ما اعذروني ما اقدر اني اوصف الوصف بوصف فعلا. اوكي لانه حاشاكم، قدر نقول حاشاكم.